ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ كويس؟ طب الحمد لله. انا قلت اطمن عليك. من شهر كده كنت ماشي في الشارع وشفت بوسترات لعروسه ماريونيت ومكتوب تحتها شلبي، ومع الوقت عرفت ان ده اعلان لفيلم من بطوله كريم محمود عبد العزيز، فقررت ان ادخل الفيلم واقول لكم رايي فيه بكل صراحه. فيلا بينا نخش في التفاصيل. في البداية خلينا نرفع القبعة لكريم محمود عبد العزيز، لأن من النادر إنك تشوف ممثل بدأ بداية مش كويسة في كاريره وقدر إنه يصحح المسار ده بعد كده. بالعكس، ده احنا بنشوف ممثلين بيبدأوا بداية قوية جدا وبعد كده نلاقي انحدار رهيب في مستوى الأعمال اللي بيقدموه، وده عشان كان عامل أفلام زي عش البلبل وحصل خير وعمر وسلوى، وأفلام استغفر الله العظيم مستوى متدني جدا، وكان دافن موهبته وسط كم من العبث السينمائي بقينا نشوفه دلوقتي في أعمال تليق بموهبته، أفلام زي موسى ومن أجل زيكو، مسلسل زي البيت بيتي، وآخرهم فيلمنا النهارده فيلم شلبي. تاني حد محتاج اتكلم عليه واديله حقه هو الممثل الموهوب والجامد جدا حاتم صلاح. حاتم صلاح اول مسلسل ظهر فيه كان مسلسل ليالي اوجيني في 2018، بس للاسف ما كانش ناس كتير بتاخد بالها منه لحد طبعا ما انفجر رمضان اللي فات بدور نفاد وكسر الدنيا والناس كلها بدات تتكلم عليه. وبما انه واخد مساحه اكبر في فيلم شلبي، فاي حد هيتفرج على الفيلم بدون نقاش هيفهم ان الشخص ده قد ايه حد جامد جدا. ندخل بقى على بيومي فؤاد. بيومي فؤاد طول ما معاه سيناريو حلو وافيهات مكتوبه كويس هو كده كده هيطلع دور حلو وهيجيب ضحك. نيجي بقى لروبي، عشان انا عندي علامات استفهام كتير قوي. الناس كلها بتحب روبي يا جماعه، الناس كلها شايفه روبي فتاه احلامهم من ايام كليب. طب ليه بيداري كده؟ هل هي بتعرف تمثل ولا لا؟ بكل تاكيد بتعرف. هل هي ادت اداء تمثيلي في فيلم شلبي؟ بكل تاكيد لا، انا ما شفتش روبي بتمثل. هيجي بقى حد يقول لي ما هو اصل التمثيل انك ما تمثلش. لا يا جماعه، ما فيش الكلام ده، هي ما كانتش بتمثل، والموضوع ده انا لاحظته في فيلم واحد تاني بتاع احمد حلمي، بس الفيلم كله ما كانش افضل حاجه، فقلت مش مهم، الفيلم كله واقع، ما جاتش عليها. لكن في فيلمنا النهارده الممثلين كلهم كانوا في حته وهي كانت في حته اقل منهم، وفي النهايه ده رايي الشخصي. نيجي بقى لحته التاليف، وانا الصراحه عندي مشكله مع بيتر ميمي في حته الكتابه دي. هو مش افضل مؤلف في الساحه بالنسبه لي على الاقل، بس في ثغرات في الكتابه والقصه هو اعتمد ان المشاهد العادي مش هيقف عندها. الثغرات دي تتمثل في اسئله ملهاش اجابات، مع ان اجابات الاسئله دي كانت بسيطه جدا على اي مؤلف انه يحط لها اجابات، ومش هتزود من مده الفيلم كله 10 دقائق. فليه؟ هل ده فقر من ناحيه الكتابه؟ هل ده كسل؟ معرفش وما اقدرش احكم. فاجماليا الفيلم حلو جدا، هتدخله وهتطلع منه مبسوط، ولو معاك اطفال هتستمتع جدا. ثغرات الكتابه دي احتمال اصلا ما تاخدش بالك منها وما تحسش بيها. تقييمي للفيلم هو 6.5 من 10 وبس كده. لو بتتفرج علينا من على يوتيوب اعمل سبسكرايب للشانل، ولو بتشوفنا من على فيسبوك اعمل لايك وشير، ويا ريت لو كومنت جميل.